في تونس لكن العينين على الجيران. ماذا يحدث بين الجزائر والمغرب كي نشوفوا بيان الرئاسة الجزائرية حاتم البارح، ونذكروا اللي عبد المجيد تبون رئيس الجزائر والقائد الأعلى أيضا للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الجزائري قام باجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن خصص فيه وقيم الوضعية في البلاد خاصة على أثر نشوب الحرائق. واللي شد اهتمامي في البيان المطول للرئاسة يقول: قرر المجلس الأعلى للأمن زيادة على التكفل بالمصابين متاع الحرائق وما إلى ذلك تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجرائم اللي صارت، حتى مثلا جريمة حرق المواطن الجزائري بالضبط، وكل المنتمين للحركات الإرهابية اللي تهدد الأمن العام والوحدة الوطنية إلى غاية استئصالها جذريا، لا سيما الماك اللي تتلقى الدعم والمساعدة، وهوني هذه الجملة المهمة، من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني، حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية. تعكرت الأمور بين المغرب والجزائر. أغزر هو هنا الجزائر تعمل في حركة استباقية للتطبيع المعلن، هو اللي باش يولي معناها على بزو معناها ما بين المغرب وإسرائيل. دونك هذه حركة استباقية. الإشكال بين المغرب ومش إشكال، هي فما معناها فما حاجة انكاسور دبلوماتيك صارت فيما يخص الصحراء، خاطر كي ترى الخريطة الجزائر كبيرة، عندها كيلكو كيلومتر على المحيط. دونك باش نرجعوا باش خاطر يتسائل المواطن يقول هذوما خاوة علاش تعاركوا؟ وكانت بازاريير كيما تونس والمغرب كانوا بازاريير لللوت انديبوندونس نتاع الجزائر، هي الممر اللي حاجتهم به باش يوصلوا للمحيط. دونك العركة الكل جيو استراتيجيك ايكونوميك، هذه العركة الأولى. حكاية الحرائق، فما الناس اللي معارضين بين الظفرين في الجزائر اللي نقرأ لهم معناها يكتبوا يقولوا هذوما التعليات خاطر الحرائق اندلعت بارتو، راهو في اسبانيا كيما في ايطاليا في تونس بيسور نحن باخف الاضرار الحمد لله. هما اضرار كبيره خاطر هما عندهم غابات اكثر، وهما زاده ما عندهم. اريد تعرف اداره الغابات التونسيه معناها بالحق رغم الكلام اللي يتقال وبعض ساعات كل، لكن منظمين. انت كتبدا ماشي ترى فما اللي سيباراسيون، عرفتك اللي يجيو ينحيوا باش حتى كان تصير حريقه في بلاصه ما تتعداش. في الجزائر لا ما فماش. على ذيك انا المره اللي فاتت دعيت قلت يلزم كان باش نعاونوا الجزائر نعاونوهم في الخبره اللي عندنا في التحكم في الغابات. ماذا يعني إعادة النظر في العلاقات مع الرباط وتكثيف المراقبة على الحدود بين البلدين؟ هي تقريبا دورية النزاع بين المغرب والجزائر، يعني ساعات توصل مرحلة من التوافق والهدوء الدبلوماسي وتحسن العلاقات، ثم سريعا ما تعود. قال لك حاتم ثم مشكلة الصحراء الغربية اللي هي المنفذ يعتبر على المحيط بالنسبة للجزائر، وهو منفذ مفقود. الجزائر دولة عندها كلمة قوية كانت في الاتحاد الافريقي يعني وفي منظمة الوحدة الافريقية قبل وبعد ولات الاتحاد الافريقي، واستطاعت ان تدفع وتنجح حضور دبلوماسي واعتراف بالصحراء. تقريبا الدولة اللي صمت على انه الصحراء الغربية يكون عندها اعتراف في المنتظم الافريقي وثبتتها. والمشكله هذه عطلت كثير اشغال الاتحاد المغرب العربي لانه بقات محل نزاع. ثم خصومه على النفوذ في المنطقه، لان زوج دول كبار، لكن الجزائر كما قلت لك عندها سبق في علاقه بحركات التحرر الوطني باعتبارها شهدت معناها قتال كبير ياسر مع
في حرب التحرير، وبالتالي أصبحت من المناطق المضيئة في معركة التحرر الوطني. عندها موقف قوي في الجامعة العربية مختلف عن الموقف اللي مشيت فيه المغرب. يعني المغرب مشيت في منطق الحوار مع إسرائيل والتطبيع وغيرها. الجزائر كانت منضمة إلى جبهة الصمود العربي وجبهة التحرير العربية، والقوى اللي كانت معادية للكيان الصهيوني. نرجع هذا اللي قلته المرة الفايتة، 3 دول فقط ما عرفوش نزاع مسلح مباشر في بعضهم هم جيران، تونس، ليبيا، الجزائر، رغم الخلافات وصلت كبيرة ياسر وحتى احنا وليبيا، ولكن ما عمره ما تصادموا الجيشين. كانت ثم وكالات في الصراع ولكن مباشرة لا. سمعتي وكل شيء. الجيش في ما كانش عنده اركان، ما كانش اركان، دوك ما على بالوش حتى من الناحيه الاستعلاميه، استعلامات ما على بالوش حتى كيف مكون الجيش المغربي، ما على بالهمش. وكانت عندهم امكانيات هذيك الوقت، الجيش كانت عنده امكانيات باش ممكن يربح المعركه. ولكن بما ان ما عندنا ايتا ماجور، ما عندنا استعلامات، معناتي كلش راح في الخط. كي وصل نهار وين وصل الاستعلاماتيه، الامور الاستعلاماتيه، قفل الملف وقال صارت خطره ما تزيدش تصرى مره اخرى، ما لا عندكم الوقت، اقراو، المسوا مليح، كولوا القزاده كما يقول السلاح يسميه القزاده، القزاده من بعد يجيو من بعد. وهنا الغلطه الاولى استراتيجيه. استراتيجيه لان طرقت لافير تاع الصحراء الغربيه من لقينا روحنا فارغين. ما كاينش عندكم استعلامات، جا استعلامات غير ولا استعلامات ولا سلاح ولا سمعتي ما كانش. كاين سلاح الطيران سمعتي، ولكن ما كانش نوعيه، ما كانش سمعتي، كانوا دشار، كانوا سمعتي وكل شيء، ولكن ما كانش نوعيه. وما كانش خاصة القيادات، سيرتو قيادات. Audio Jungle.